السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نكمل معكم السلسله ديال هاد الطلبيه اللي خدامين فيها بجميع التفاصيل واللمسات الاخيره. التتمه ديال هاد الصابلي ديال النوغا بالكاوكاو التعليكه ان شاء الله اللي غنشاركها معكم، اللي كتجي زوينه بزاف بالنسبه لتلصاق الصابلي والاثمنه ديال البيع ديال الصابلي بيرسوناليزي اللي خدمتها معكم والصابلي ديال النوغا. وبالنسبه لهاد السلسله الطلبيه ان شاء الله غادي تكون الجزء الاخير اللي هو هذا ان شاء الله بجميع التفاصيل ديالها والخطوات. ما عليكم الا تفرجوا في الفيديو، نتمنى تفاعلوا مع السلسله، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات والبارطاج الفيديو. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. ندوز معكم التعليكه اللي غنخدموها به وتتمه ديال هذا التشكيل هذا. هنا عندنا هاد التشكيلات النوغات ديال الكاوكاو اللي خدمتهم معكم الفيديو اللي قبل من هذا. كان الجزء الثالث ديال طريقه النوغا بالكاوكاو مقادير مضبوطه. المهم هنايا تقريبا عندي هنايا 200 حبه ديال النوغا، تقريبا 200 حبه. ها الصابلي ديالنا حتى هو البنات الكميه حتى هي محسوبه على قد النوغا اللي طيبنا صافي. المهم الصابلي راه ناجح في 100%. شوفوا الطريقه ديال الطياب ديالو كيفاش كتلعب دور كبير بالنسبه يكون مذهب وكتحافظ على القرمشه ديالو، غير العافيه تكون مهيله. انا غادي ندوز معكم التعليكه ديال القهوه. هنا احتاجيت، انا غنعطيكم كميه قليله وانتم غادي الا بغيتوا تدوروا المقادير، معلقه كبيره ديال الناباج مع معلقه كبيره ديال الكليكوز مع النكهه ديال القهوه. ديروا نتوما اي نكهه كتبغيو. انا كتعجبني صراحه النكهه ديال القهوه كتواتى مع النوغا. نتوما بغيتو ديروا نكهه البسكوي، نكهه الحامض، نكهه البرتقال، كيبقى لكم الاختيار، اي نكهه ممكن ديروها. معلقه كبيره ديال الناباج، معلقه كبيره ديال الكليكوز، واي نكهه كتفضلوا وكديروها فوق العافيه حتى كتغلى مزيان، كتغلى تولي مرغويه. من بعد غادي نلصقوا بها الصابلي ديالنا والنوغا اللي هادي صافي. حيت ضروري ما ديك التعليكه تغلى مزيان تبخ باش ما تجيش جاريه وما تفزكش لينا الصابلي، باش يبقى محافظ على القرمشه ديالو. التعليكه تغلى مزيان حتى كينسجموا، ومن بعد راه ملي كتبرد راه كتولي بحال الجيل، كتولي بحال الجيل. وكتلصقوا بها لي صابلي ديالكم، اي صابلي بغيتو، اي حاجه بغيتو في الصابلي لصقوا به. المهم غادي نلصق انا صابلي على صابلي، وغادي نلصق عليه نلصق به حتى النوغا ديالنا، النوغا ديال الكاوكاو. مفهوم؟ المهم الفيديو ديال الصابلي راه شاركته معكم بالزبده ديال المارغرين. هذا الصابلي هذا راه بزبده المارغرين، يعني على حساب الكليانه. النوغا راه شاركتها معكم حتى هي بمقادير مضبوطه. بالنسبه لطريقه الطياب غادي نذكر معكم، لقيت شي تعاليق كيسولوا شحال ديال الوقت بالنسبه للنوغا. النوغا كطيب على عافيه مهيله، ما كنهبطوش نهائيا لتحت. كنديروها في هذيك السيليكون تحت واحد الصفيحه وكندخلوها الفران اللي سخون من قبل على عافيه مهيله حتى كتذهب لينا هذيك الا كانت العافيه مجهده ولا متوسطه راه غادي تحرق لكم النوغا وما كتبقاش وما غتقرمش. راه مره غادي تطلعوا عليها العافيه مهيله حتى تولي مذهبه. اين فوا كتشوفوها الذهبات غتخرجوها، حيت هي راه كتكمل التذهيبه ديالها على برا. الا ذهبتوها بزاف يعني فاتت القياس ديال الذهبات بزاف، يعني تحمرات بزاف، من بعد ما كتبرد في السيليكون وما كنقاسوهاش في السيليكون حتى كتبرد. كنحطوا السيليكونه على برا الفران وكنخليوها حتى كتبرد. كيرجع لي هذيك رجع لي هذيك السخونيه ديال السيليكون وتشد لا فورم، حيت هي ملي كتكون سخونه كتكون باقا مرخيه، يعني ما يمكنش تكون طايبه، ما كتكونش مقرمشه في الاول. حتى كترجع لهذيك السخونيه وكتبرد في السيليكون عاد كنحيدو دوك الاقراص او هذوك الشكيلات اللي درنا فيهم بالسيليكون، اقراص ولا مربعات ولا النوغات. يعني حتى صافي وكيرجع لي هذيك السخونيه ديال السيليكون وكتزيد تعطي اللون تذهب اكثر. مفهوم؟ حاولوا ما تحمروش بزاف في الفران. هذا ما كان الطريقه ديال الطياب ديالها، يعني ما عندهاش شي وقت محدد، يعني اون فوا مره غادي تطلعوا عليها، يعني ماشي مشكل تحلوا الفران وتشوفوا واش الذهبات شفتوها الذهبات من الجناب بزاف وبقى لكم من الوسط، هبطوها لتحت على الوجه ديالها باش تحمر لكم من الفوق صافي. ماشي تحمر الذهب، غير اون فوا الذهب وغادي تخرجيه على برا غادي تكمل، غادي تزيد تعطي اللون تذهيب اكثر. هذا ما كان. حتى كتبرد عاد كنحيدوها من السيليكونات، حيت ملي كتبرد عاد كتولي مقرمشه. ملي كتكون خارجه من الفران كتكون ملغويه، يعني كتكون باقا مرخيه، يعني باقا ديك السخونيه ما تقديش تحيدها، يعني بحال كتسيح، ماشي كتسيح،
دايره بحال جيلاتين، بحال يعني اتعوج لينا لا فورم ديال هذاك الشكل اللي غنحطو، يعني ما كنحيدوها حتى كتبرد في السيليكون صافي. هنايا البنات رانا لصقت صابلي على صابلي، لصقنا النوغا، ومن فوق النوغا راه غادي تزينوا باي بغيتو تخليوها غير بوحديتها. انا راه شفتوني درت واحد شويه ورق الذهب غير باش نوريكم. ممكن ديروا ورق الذهب، ممكن ديروا ورق داك الورد البلدي، تزينوا به الورد البلدي هذاك اللوين موف، يعني كيبقى لكم اختيار. ممكن تخليوه غير هكا، انا خليتها غير هكا، انا راني عطيتكم فكره. درت واحد شويه ديال ورق الذهب باش يبان لكم طريقه تزيين، كيبقى تزيين اختياري، يعني ممكن ديروا ورق الذهب او الورد البلدي صافي. هنا غادي نجمع لا كوموند ديالي في الكراطن بهذه الطريقه هذه. المهم راني خديت الكرتونه فرشت فيها البلاستيك وكنجمع كنجمعوا هاد الصابلي ديالنا بهاد الكميه هذه. المهم تقريبا عندي حتى 200 تقريبا 200 حبه ديال هاد الشكل ديال النوغا ديال الكاوكاو، يعني على حسب السبوع ديال هاد الطلبيه. عندي فيه غير جوج شكال، طالبه ليا السيده غير جوج شكال، شكل ديال صابلي بيرسوناليزي وهاد الشكل ديال النوغا ديال الكاكاو. وهي شوف ما عرفت واش مصايبه الحلوه ولا. المهم هادشي اللي كاين، يعني كنخدموا على حساب الطلب ديال الكليان. بالنسبه لثمن البيع البنات، هاد الصابلي ديال النوغا بالكاوكاو صابلي بزبده مارغرين. النوغا راه كتخدم بزبده حيوانيه، يعني ما يمكنش تعوضيها بشي زبده اخرى. ثمن البيع دابا حاليا مع هاد الزياده ديال البوطه وكتعرفوا هاد الصابلي ديال النوغا كيكون خفيف في الميزان، كيكون خفيف يعني كيطلع شويه غالي، والصابلي رقيق وفيه الخدمه وخفيف في الميزان. يعني هاد الصابلي من الصابليات الخفافين، يعني الناس اللي كيقلبوا على صابلي خفيف وتعطيهم كميه كبيره في الحبات ما عليهم الا بالصابلي ديال النوغا. هذا كيخرج 100 درهم الكيلو ديال هاد نوغا الكاوكاو بالزبده المارغرين. 100 درهم الكيلو، ما بين 90 درهم حتى 100 درهم، هذا هو ثمن البيع. مع الزياده راه وصلت ل 100 درهم. اما الا كان بزبده العبار راه ثمنها بوحدها راه كيوصل هذا زبده العبار 130 درهم الكيلو الا كان بزبده العبار. مفهوم؟ يعني انا قلت لكم الناس اللي كتبغي الحبات كثارين، يعني عندها شي مناسبه وكتبغي شي شكل اللي يكونوا فيهم الحبات كثارين ويكونوا في الميزان خفافين، ما عليها الا بهذا الصابلي. كيكون خفيف بزاف والحبات فيه كثار، حيت كيكون لي صابلي رقاقين، النوغه خفيفه، يعني كيكون هاز الحبات بزاف في الكيلو. هنا البنات من بعد ما ساليت الصابلي ديالنا ديال الزياده بيرسوناليزي، زينتو لصقت هذوك لي موتيف على الارضيه ديال هذاك لاباط شوكولا، الارضيه هذيك البيضه، لصقت عليها هذوك لي موتيف اللي حتى ذهبتهم. هذوك لي موتيف راه كندهبهم قبل. المهم تفرجوا في السلسله باش تفهموا الخطوات ديال هذه السلسله. بديت معكم العجينه ديال الصابلي، العجينه ديال عجينه الشوكولات، ومشيت معكم دقه دقه وبخطوه بخطوه باش نحصلوا على هذه النتيجه وتجي الخدمه نقيه بهذا الشكل هذا. المهم هنايا لصقت لي موتيف على لاباط شوكولا البيضاء على الارضيه، ومن بعد لصقت الارضيه كامله مفينيه على الصابلي ديالنا. المهم تفرجوا في الفيديوهات باش هكا تفهموا الخطوات والتفاصيل ديال هاد الطلبيه والاسرار والنصائح باش تجيكم الخدمه بحال هذا الشكل هذا. المهم نقيه وزوينه، باش ان شاء الله هذا الفيديو غادي نعطيكم اللمسات الاخيره والتزيين الاخير والاثمنه ديال البيع ان شاء الله، باش هكا تعتمدوها بالنسبه للطلبيات ديالكم. هنا شكيلات. المهم حاولت حيت هي لعبت على الالوان اللي بغاتهم هي على حسب الاسبوع. الغوز بالدرجات والدوغي الملمع الذهبي بهذا الشكل هذا. المهم هانتوما حاولت ما نديرش شكل واحد كامل غيجي على الصابلي، كل صابلي وشكل ديالو، يعني كتكون متنوعين هذوك لي صابلي، يعني كل صابلي وشكل ديالو. هكا كتعجبني الخدمه منوعه وكيجي واحد اللوحه فنيه متنوعه وزوينه بزاف. المهم هانتوما شكيلات، كاين اللي فيهم بريدات، كاين اللي فيهم لي كادر، هذوك الكادر ديال اللي درت عليهم درت شويه ديال العقيق اللي بالملمع الذهبي، درت ليه العقيق بالبيض وصفيفر بحال مذهب هذاك العقيق، واللي بالغوز راه درت عليهم دوك العقيقات بالابيض والالوان ديال الغوز صافي. وهذا لي موتيف اللي شاركت معكم ها هو الصابلي البنات مفيني، الصابلي قدو قد لاباط شوكولا. المهم الحاجه متقونه، مشيت معكم بالخطوات هكا باش نحصلوا على نتيجه زوينه وخدمه نقيه
وان شاء الله غادي تكسبوا بها الكليان. كل ما كانت الخدمه نقيه، كل ما كانت متوله ومتقونه، كل ما كان عندك اقبال على الكليان. حاولوا تفهموا هاد القضيه هذه. تقنوا الحاجه راه كيجيو الكليان كيشوفوا الخدمه، كيشوفوا النقاوه ديال الصابلي، خصوصا هاد الصابلي ديال لاباط شوكولا اللي مزيان بلاباط شوكولا. خاصها تكون خدمته نقيه، الارضيه نقيه، هذيك البيضه، حيت انا اصلا ديما كنخدم بالارضيه ديال لاباط شوكولا بالبيض باش كنتفادى دوك الالوان. كيكونوا غير لي موتيف اللي بالالوان، ممكن تحيدي دوك لي موتيف وتاكلي الصابلي ديالك. ممكن تاكلي حيت فيه واحد الكميه قليله ديال الملون، غير هذوك لي موتيف اللي ملونين. انا كنفضل الانسان اللي بغى ياكل هاد الحلويات يحيد هذوك الوريدات من الافضل. اما الا كليتيهم ماشي مشكل، انا كنقول من الافضل يتحيدوا، حيت باش تحافظوا على سلامه الصحه ديالكم. راكم عارفين الملونات راه كلها مواد حافظه وماشي اصطناعيه، ملونات اصطناعيه ماشي امنه للصحه ديالنا. وكنخدم الارضيه بالبيض باش هكا كنتفادى دوك الالوان. مفهوم؟ صافي هذا ما كان. المهم هذا هو الشكل النهائي. المهم هنا عندنا 140 حبه ديال الصابلي اللي مزينه بلاباط شوكولا. بالنسبه للكميه اللي غتسولوني شحال قداتك ديال لاباط شوكولا، راه خدمت معكم الكميه ديال نص كيلو ديال الشكلاط، وزدت واحد الكميه ديال نص رابعه، يعني قداتني كيلو الا ربع ديال الشكلاط. كيلو الا ربع ديال الشكلاط مع المقادير اللي ذكرتها معكم في العجينه ديال الشكلاط، مقادير مضبوطه. درت نص كيلو وعاودت انا حيت عندي لاباط شوكولا عاودت خدمتها ثاني. المهم هاد 140 حبه كتكفينا كيلو الا ربع ديال الشكلاط صافي. والكميه اللي الكليكوز وداكشي اللي المقادير اللي غادي يدخلوا فيها صافي. هادو مشكيلات بالنسبه لاسم النعمه والوريدات هكا مزينين، وهذا ما كان. المهم ان شاء الله غادي نذكر معكم حتى الاثمنه. قلت لكم هنا 140 حبه ديال الحبات على حسب الكميه اللي بغات الكليانه. صافي هنايا درتهم فوق هاد الطبله كبيره، نشفوا ليله كامله. والنهار الاخر صافي لصقت غير على الصابلي وكنجمع، يعني ملي كنلصقوا على الصابلي كنجمعوا الحلوه ديالنا، حيت الصابلي ما خصهاش تبقى على برا. كنخليو هذاك الشيء ينشف، غير لاباط شوكولا ولي موتيف كيبقاو ليله كامله. اما ملي كنلصقوا على الصابلي ديالنا صافي كنلصق على الصابلي كنجمعوا الحليوات ديالنا باش هكا ما يبقاش الصابلي معرض للهواء ويبرد لينا داك الصابلي. فهم؟ المهم الخطوات ديال هاد الطلبيه ديال هاد، خصوصا هاد الصابلي ديال لاباط شوكولا، راها تفرجوا في الخطوات باش تفهموا علاش كنهضر. هنا لي صابلي راه قلت لكم كتخدموا على حساب طريقه تزيين لي موتيف، راه شاركتو معكم كلشي، شاركتو معكم في هاد السلسله. ما عليكم الا تفاعلوا مع هاد السلسله وتفرجوا في السلسله من الجزء الاول وتمشيو للجزء الثاني والجزء الثالث حتى لهاد الجزء الاخير باش تفهموا علاش كنهضر. مشيت معكم خطوه بخطوه التفاصيل ديال هاد الطلبيه، النصائح باش تبداو الحاجه، باش تبداو الحاجه، شنو اللي توخروا باش تجيكم الخدمه سهله والخدمه نقيه والنتيجه روعه. هذا ما كان. نتمنى هادشي تستافدوا منه وديروا بحسابه، يعني تفرجوا في الاجزاء ديال هذه السلسله باش تخدموا بنفس الطريقه. هذه هي البنات، راه هادشي اللي كوريته لكم هكا كنخدم، راه ما كاينش ما كنبدل في حتى حاجه. يعني حطيت الكاميرا قدامي وشاركت لكم طريقه خدمتي، هكا نظمت الخدمه ديالي صافي البنات. بالنسبه لثمن البيع ديال هاد الصابلي ديال الزياده او صابلي بيرسوناليزي، مشيت ليها بنفس المرشم، بغات نفس المرشم، يعني حاولت نقلب على المرشم الصغير باش يعطيوها الحبات كثارين بنفس المرشم. وبقات غير طريقه ديال الزين، كل صابلي حاولت نزين ليها شكل مغاير شكل اخر. المهم بدلت ليها شكيلات صافي. هادشي اللي كاين. بالنسبه لثمن البيع هذا صابلي بزبده مارغرين، طريقه زين راكم شفتوها، هذا راه كيوصل حتى ل 150 درهم الكيلو. 150 درهم الكيلو. كتكون فيه الحبات حيت ما هش بزاف في تزيين لي موتيف، ما كاينش كبارين، ما فيهمش، ما هزيش تقوليه، كتكون فيهم الحبات كثارين، يعني كتوصل فوق 40 حبه، فوق 40 حبه في الكيلو، يعني اكثر من 40 حبه في الكيلو. مفهوم؟ المهم هذا الا بغيتو حتى هو تخدموه كطلبيات او الناس اللي كيقلبوا على الحبات كثارين، راه التزيين هذا راه كيجي خفيف في الميزان.
هذا ما كان. بالنسبة لثمن البيع راه قلت لكم كيوصل حتى ل150 درهم. أما إلا كان بزبدة زبدة الحيوانية أو بزبدة العبار، الصابلي إلا كان الصابلي بزبدة العبار راه كيكون كتر من 150 درهم، كيوصل 170 حتى ل180 درهم الكيلو. وطريقة تزيين يعني تاني حتى الثمن راه كيختلف على طريقة التزيين ديال الصابلي. يعني إلا كان شكيلات شي حاجة جديدة راه شاركت معكم بزاف ديال الشكيلات اللي الثمن ديالهم كيقدر يفوت 150 درهم. صافي دائما الصابلي هاد الصابلي بالزبدة عفوا بعجينة الشكلاط ملي كنبغيو نجمعوهم في الطلبيات في الكلاطن راه دائما كنديروا ما بين طبقة وطبقة ورق الطهي، مفهوم؟ ورق الطهي ماشي البلاستيك، ورق الطهي. كاينين شي حلويات كيبغيو البلاستيك بيناتهم بلاستيك، ولكن كاينين شي حلويات بزاف منهم الحلويات ديال السكر كلاصي الا كانوا مفندين في السكر كلاصي لاباط شوكولا الشوكولات كيبغيو ورق الطهي. هذا الورق اللي كنفرشوه في الطاوه كل طبقة وطبقة بيناتهم ورق الطهي باش يبقاو محافظين على الجمالية ديالهم، ما كيخسروش ما والو. المهم راه كنشارك معكم جميع التفاصيل وجميع الحويجات البساطين اللي يقدروا يخليو لكم الحلويات مزيانه وما تحشمكمش مع الكليان. صافي هذا ما كان. المهم ها هي الحلويات دابا كنجمعها، الطلبيه ديالي كنجمعها باش هكا تجي الكليانات تاخذها. وغادي نوريكم الصابلي الاخر اللي خدمته غير من ورا هذا تقريبا 2 سوايع 3 سوايع خدمته، حيت السيده كانت عيطات ليا في نهارها وسربيتو ليها باش هكا حيت كانت غتدي النهار الاخر في فرنسا. ما كنتش الصراحه كنخدموا ليها غير ما بغيتش نردها اول مره غادي تكوموندي من عند هذيك السيده وخدمتو ليها. المهم داكشي باش عطلت عليكم هذا الجزء الاخير ديال هذه الطلبيه. المهم جمعت الكريطنات ديالنا ديال الصابلي ديال النوكا بالكاوكاو والصابلي بيرسوناليزي بعجينه الشوكولات. كنلصق عليه داك التيكي ديال الاشهار ديالنا اللي فيه نمره التليفون الانستغرام القناه ديالنا. المهم اللي بغى يتواصل معنا. وهذا ما كان. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تفاعلوا مع الفيديوهات ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذه السلسله ان شاء الله. ودابا غادي نوريكم الطلبيه ديال اللي خدمتها حتى هي بلا بات. وهذه هي الطلبيه اللي قلت لكم خدمتها في المده ديال تقريبا واحد 3 سوايع. هكا بين ما نشفات هذيك لاباط شوكولا وطيبت الصابلي ديالها. المهم كان عندها كيلو عبار. بالنسبه لهذا راه كيتحسب البياسه. المهم غير الحبات راه كيكونوا 30 حبه كتكون فيها كيلو ديال العبار. ثمن مغاير للثمن ديال الصابلي الاخر حيت هذا شويه فيه الخدمه فيه لاباط شوكولا مذوبله. المهم كيبقى الثمن على حسب الخدمه او الفينيسيو طريقه التزيين ديال لاباط ديال هذا الصابلي هذا. المهم هذا الصابلي راه ماشي بحال الصابلي الاخر. هذا الصابلي شويه كبير فيه حبات كبارين فيه طريقه تزيين شويه مختلفه سيليكونات جدادين ودايرين الثمن. يعني كل ما كان سيليكونات تزيين كيكون هاز الخدمه كاينه وفينيسيو زوينه كيكون الثمن. هذا مخرجه ب 170 درهم الكيلو.